كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، ما زال حديثنا موصولا مع ما قبل خلق آدم. تكلمنا في الفيديوهات السابقة أنه سبق خلق آدم عليه السلام الماء والعرش والقلم وخلق السماوات والأرض. كذلك سبق خلق آدم عليه السلام خلق الجن خلق زيهم زينا بالظبط، مكلفين زي ما احنا مكلفين بعبادة الله تبارك وتعالى. خلقوا قبل خلق آدم عليه السلام ب2000 سنة تقريبا، وأغلب الظن أنهم في السنين اللي عاشوها قبل أن يخلق آدم عليه السلام كانوا يفسدون في الأرض فسادا عظيما. والمعنى ده يوضح لينا من سر استعجاب الملائكة في خلق آدم لما أخبرهم الله تبارك وتعالى حاكيا عن ذلك ربنا عز وجل في القرآن: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا، ده سؤال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. بعض أهل التفسير بيقول إن سبب استعجابهم من خلق آدم أو علمهم بأن بني آدم سيفسدوا في الأرض هو علمهم بأن الجن سبق خلقه خلق آدم وأفسدوا في الأرض. فده أحد التفاسير، إن هم قاسوا إفساد الجن وقالوا بأن البشر سيفسد كما أفسد الجن في الأرض. ده تفسير. في تفسير تاني بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أخبر الملائكة بأن بني آدم هيكون منهم مفسدين في الأرض، فلذلك جاء السؤال من الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ والتفسير الثالث برضه لسر استعجاب الملائكة من خلق آدم عليه السلام أو من خلق البشر هو إن الملائكة خلق طائعين لله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم، وعلموا بطريقة أو بأخرى أو بإخبار الله تبارك وتعالى لهم أن بني آدم سيفسدون في الأرض وهم طائعون لله عز وجل. فكان سر استعجابهم وسؤالهم لله عز وجل يعني كأنهم يقولون: هل قصرنا يا رب في العبادة كي تخلق خلقا غيرنا؟ وتفهم هذا المعنى أو تستشعره من قولهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن ما قصرنا في عبادتنا لك يا ربنا. فما هو سبب خلق آدم أو خلق البشر بعدنا؟ هل هذا يا رب تقصير منا في العبادة؟ هذا أيضا تفسير من التفاسير اللي دارت بين قول الله تبارك وتعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يبقى إذن سبق خلق آدم، وده موضوعنا، سبق خلق آدم عليه السلام خلق الماء وخلق العرش وخلق القلم وخلق السماوات والأرض وخلق الجن. خلق السماوات والأرض كان بعد خلق القلم بكام؟ ب50,000 سنة، صح؟ وخلق الجن كان قبل خلق آدم عليه السلام بحوالي 2000 سنة تقريبا، تمام؟ فكل دي مخلوقات سبقت خلق سيدنا آدم عليه السلام. كده وصلنا إلى خلق آدم عليه السلام. هنتكلم عن خلق آدم عليه السلام وعن المراحل التي خلق منها آدم عليه السلام. لكن قبل ما نتكلم عن المراحل اللي مر بيها سيدنا آدم في الخلق، هنتكلم عن سؤال مهم جدا: ليه آدم عليه السلام سمي بآدم؟ ليه آدم عليه السلام سمي بآدم؟ كلمة آدم جاءت من أديم الأرض. يعني إيه أديم الأرض؟ يعني تراب الأرض، لأن سيدنا آدم خلق من قبضة من جميع رمال الأرض.
رمال بيضاء ورمال حمراء ورمال سمراء بجميع ألوان تراب الأرض. خلق آدم عليه السلام من قبضة فيها جميع أنواع رمال الأرض، ولذلك تجد البشر جاءت ألوانه مختلفة باختلاف القديم، باختلاف الرمال. في بشر تلاقي لونه أسمر، وفي بشر تجد لونه أحمر، وبشر تجده لون بشرته أبيض. وهذه الألوان كلها مرجوعها إلى اختلاف ألوان الرمال أو القديم الذي خلق منه آدم عليه السلام. فلذلك سمي آدم بآدم، لأن كلمة آدم جاية من قديم من قديم الأرض. وزي ما قلنا اختلاف ألوان البشر راجع مرجوعه برضو لاختلاف ألوان الرمال اللي كانت في القبضة اللي خلق منها آدم، وكذلك اختلاف طباع البشر. الرمال منها ما هو ناعم وسهل، ومنها ما هو صعب، وكذلك البشر منهم ما هو سهل طيب لين، ومنهم ما هو صعب، ومنهم ما هو خبيث، وهكذا. فاختلاف ألوان البشر واختلاف طباع البشر ده مرجوعه برضه لاختلاف القديم أو ألوان القديم اللي تكون منه أبونا آدم عليه السلام. كمان في حاجة مهمة جدا عايزين نقولها قبل ما نتكلم عن مراحل تكوين آدم عليه السلام، أو ال7 مراحل اللي مر بيها أبونا آدم عليه السلام. إن ربنا سبحانه وتعالى من تكريمه للبشر إن خلق آدم عليه السلام على قدمين. خلقه على قدمين، مرفوع الرأس. لم يخلقه على 4 كالحيوانات أعزكم الله، ولم يخلقه كالزواحف، ولكن خلقه على قدمين. ولعل ديت من خفايا الحكم اللي عايزين نبنط عليها ونقول إن ربنا سبحانه وتعالى خلقك على قدمين كي تكون مرفوع الرأس، فلا تطأطئ رأسك ولا تزلها إلا لمن خلقك سبحانه وتعالى. لا تطأطئ الرأس ولا تزل نفسك إلا لله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقك عزيز. هيئة الخلق، خلق آدم، هيئة فيها عزة، فيها رفعة، فيها علو. فاوعى تدن نفسك أو تزل نفسك غير لله عز وجل. ده بالإضافة إن ربنا سبحانه وتعالى برضو من كرمه عليك إن أعطاك يد حرة. أعطاك يد حر اليد، حرة الحركة، ليس كأي نوع من أنواع الخلق الأخرى. وده فيه إشارة إن اداك حرية الأيدي حتى تكون عندك حرية الإبداع والابتكار والتعمير في هذا في هذا الكون العظيم. نبدأ بقى نتكلم عن خلق سيدنا آدم وال7 مراحل اللي مر بيها سيدنا آدم حين الخلق، ولكن ده هيكون في الفيديو القادم بإذن الله تبارك وتعالى. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب. دعم الفيديو عشان تساعد على انتشاره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.